هل تذكرون ذلك الفيديو الذي ظهر فيه ذلك المشجع العربي الخائن الذي يساند إسبانيا؟ إنه جومبا. إليكم قصته الكاملة في هذا الفيديو. يا من مشجع إسبانيا اليوم راحت عليك. ترى قلبي تعور لما شفتك وانت تتكلم عربي. ترى العربي شجع عربي حتى لو دمه مو بزين. اي والله. ترى القلب يحن على قلب خويه. اي حتى لو العين في العين. الله عليك. تعال خبرك السر. هذه خطة عشان تفوز المغرب. شوف اقول لك يا اخوي اقول لك شيء. موضوع انه اصروا عليه ما اصروا عليه، كيف يقبل على نفسه ان يلبس الاسبان الفرنجة؟ ما هذا يا اخي؟ لقد عورت قلبي واشمأزت احاسيسي. بالله عليك انصله اشلح، انك دمه حلال دمه. صبر وربي صبر. لحظة. ساعدوني عشان نشلح يا من شال الإسبان من صدره. الله. ترى المغاربة على. قصة محمد الحجري من عمان، وهو أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي المعروفين في السلطنة بمقاطعه الكوميدية، والذي يسمي نفسه جومبا. وقد لاحظ أنه كلما شجع فريقا فإنه يخسر في مباريات كأس العالم. ولعل المميز في الموضوع هو أنه كل مرة لا يشجع الفريق في سره، بل يلبس قميصه ويضع صوره على وسائل التواصل ويقول سأشجع هذا المنتخب. وعن الفريق الذي شجعه في المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، فقد شجع الحجري البلد المستضيف للمونديال وتوشح بعلم قطر، فكان أداء العنابي ليس بالمستوى المطلوب، فخسر أمام الإكوادور 2-0. ثم انطلق بعدها إلى مباراة الأرجنتين والسعودية، واختار في هذا اللقاء أن يشجع الأرجنتين لأنه من مشجعي ميسي. ورغم أن تشجيع الأرجنتين مضمون، فإنها قد خسرت المباراة أمام الأخضر السعودي 2-1، فكانت أول خسارة لها في كأس العالم. وفي منافسات ربع النهائي لبس قميص راقصي السامبا للتشجيع، فخرجت البرازيل من المونديال بركلات ترجيح، وتأهلت كرواتيا لنصف النهائي. وفي مباراة هولندا شجعها الحجري أيضا، فخرجت من المونديال وفازت الأرجنتين. فطالبه إعلامي مغربي بارتداء قميص البرتغال قبل مباراتهم مع أسود الأطلس ليصيبهم بالنحس حسب وصفه. وبالفعل قرر الحجري تشجيع البرتغال، فكانت مغادرة رونالدو ورفاقه المونديال بعد خسارتهم أمام أسود الأطلس. فكيف علق جمهور كأس العالم ووسائل التواصل على تعويلة جومبا؟ وعن قصة هذا المشجع كتب الناشط خالد الوسمي إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم: فرصة لكم تستعينوا في موهبة جومبا فانكوشوا المونديال. وعلق المغرد داود قائلا: الحين كيف نكمل نشوف مباريات كأس العالم وإلا نتابع جومبا ويش يلبس ونعرف من يفوز؟ أما الناشطة رجاء قالت: كل يوم يثبت لنا كمية نحوسية اللي فيه. وكتب المغرد هلال: سلاح ذو حدين، لكل فريق يشجعه في النهاية الشخص إنسان جميل ومرح عامل جو في هالبطولة. بدوره كتب رضا المغربي: شكرا لك من القلب يا أخي، بالله الماتش الجاي البس تي شورت فرنسا وأنا أخوك تكفى.